يوم 31 يونيو سنة 2006 في ستوكهولم بنشوف أوضة نوم مراهق على وشك تبقى أكتر جهاز مطارد على الأرض. السيرفر اللي فيها بيستضيف موقع بايرت باي. الموقع ده مسؤول عن خسائر هوليوود حوالي 30 مليار دولار، وبيأذي شركات الموسيقى، وبيسخر من قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية. 53 ضابط شرطة مسلحين اقتحموا مركز البيانات واستولوا على كل السيرفرات وكل الكابلات وكل الأجهزة، ودي كانت الضربة القاضية ليه. بعد كده المدعين السويديين عملوا مؤتمرات صحفية للاحتفال بالنصر. مدراء هوليوود احتفلوا بالفوز. أخطر إمبراطورية قرصنة في العالم اللي بيستخدمها 25 مليون شخص يوميا اتقتلوا خلاص. لكن بعد 72 ساعة بايرت باي رجع يشتغل كأن مفيش حاجة حصلت. الصفحة الرئيسية دلوقتي بتسخر منهم بسفينة قراصنة بتضرب كنارز على لافتة هوليوود. لكن اللي بيخوف كل الحكومات والشركات اللي بتتفرج إن الموقع مش بس نجا، ده بقى مستحيل يتقتل. استولوا على كل السيرفرات المادية واعتقلوا المؤسسين، ومع ذلك رجع تاني. لو مش قادرين تدمروا ده مش هتقدروا تتحكموا في الانترنت، فازاي 3 هاكرز سعوديين بانوا حاجة مستحيل تتقتل؟ وايه اللي فهموه عن الشركات بمليارات الدولارات وما فهمتهوش؟ في ستوكهولم سنة 2001 جوتفريد سمارتارم قاعد على أرضية غرفة نومه بيتفرج على كابلات متشقلبة من سيرفر معمول على عجل تحت السرير. عنده 19 سنة، وشه مليان شعر مش مرتب وابتسامة متشككة، وعينيه بتنور لما بيتكلم عن التشفير. اسمه على الانترنت أنكاتا، اسمه هيبقى أسطورة ونقمة في نفس الوقت. سنة 2003 هو واتنين من أصحابه فريدريك تامو وبيتر بروبزوندا ربطوا مع بعض متعاقب بيت تورنت كمشروع جانبي لمجموعة بايرت بايرون، جماعة مناهضة لحقوق الطبع والنشر شغالة من مستودع في ستوكهولم. مهمتهم كانت تخلي مشاركة الملفات سهلة من غير عوائق، من غير أي رقابة، ومن غير تسجيل أي بيانات. سيرفر جوتفريد في البيت بقى قلب التجربة دي. المتعقب اشتغل أسرع مما كانوا متوقعين لحد أواخر سنة 2004. المشروع الهواية بقى له اسم بايرت باي، و40,000 مستخدم بيتبادلوا كل حاجة من توزيعات لينكس ومفتوحة المصدر لأحدث إصدارات هوليوود. كل تورنت بيتحمل بيعدي على جهاز جوتفريد. فواتير الإنترنت بدأت تقلق أهله. فريدريك اقترح انهم محتاجين استضافة تجارية بسرعة، فعملوا شركة استضافة اسمها BRQ بقانون واحد بس: نستضيف اي حاجة وما نسجلش اي حاجة. بينما المنافسين بيقعوا تحت الضغط القانوني، BRQ كانت بتاخد رسائل وقف التوزيع كأنها وسام شرف. نيويورك تايمز هتوصفهم بعدين كأنهم مشغلين أمنيين محترفين ما بيتسألش عن أي حاجة، وعندهم خبرة كبيرة في مقاومة الهجمات القانونية. ترجمة بالبلدي: هاتوا دعواكم لو قدرتوا، احنا بنتحداكم. التحديات بدأت تتجمع بسرعة. في فبراير سنة 2004 محامي دريم ووركس بعتوا انذار بوقف توزيع شريك، ورد جوتفريد بقى من الأساطير على الإنترنت. السويد مش ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، لمعلوماتكم مفيش أي قانون سويدي متخالف. رأينا ورأي محامينا إنكم أغبياء. اقترحوا على محامي هوليوود يعملوا حركة إبداعية جسمانية بالعصا القابلة للطي، وبعدين بدل ما يخافوا بايرت باي نشروا رسالة على الصفحة الرئيسية. الرسالة انتشرت بسرعة، عدد الزوار للموقع اتضاعف. في ليلة واحدة كل تهديد قانوني بقى إعلام مجاني لعلامتهم الخارجة عن القانون. لحد نص سنة 2005 بايرت باي كان بيستقبل حركة مرور أكبر من أغلب الشركات الناشئة. الموقع شغال على كود جوتفريد بيكتبه لوحده تقريباً، بما في ذلك متعقب متخصص اسمه هايبر كيوب بينسق مشاركة الملفات بين ملايين الأجهزة في نفس الوقت. في الذروة 25 مليون جهاز متصلين ببنية بايرت باي التحتية، كمية حركة مرور تخلي الموقع ضمن أكبر 100 موقع على الإنترنت. الواجهة بسيطة متعمدة: شريط بحث، شعار سفينة قراصنة، ومحيط من المحتوى. تحت البساطة دي جوتفريد صمم حاجة قريبة من الخلود الرقمي. كل مستخدم جديد بيخلي الشبكة أصعب على الهدم، كل ملف مشترك بيخلق نسخة احتياطية. الموضوع بقى مش موقع، ده كائن حي بيتكاثر أسرع من أي حد يقدر ينظمه. جمعية صناعة الصور المتحركة الأمريكية كانت بتتفرج بغضب على النمو ده. دعاواهم ضد المتحملين ما كانتش شغالة. الهدف الحقيقي هو البنية التحتية اللي بتخلي كل ده ممكن.
والبنية التحتية دي ليها عنوان في السويد. لحد أوائل سنة 2006 لوبيات MBAA شغالين على القنوات الدبلوماسية السويدية بضغط من هوليوود. الإيميلات بتطير من هوليوود وستوكهولم، الضغط بيتصاعد. السلطات السويدية العادية اللي عادة ما بتتدخلش في تنظيم الإنترنت بدأت تحس بالحرارة من بره. في مايو 2006 موبايل جوتفريد بيرن برنين تحذير من شخص عنده علاقة بصناعة الاتصالات السويدية. الشرطة بتتحرك، اتصل بفريدريك. هم خططوا للسيناريو ده من شهور. خطة التعافي من الكوارث بسيطة. النسخ الاحتياطية للقاعدة بيانات مشفرة على سيرفرات في هولندا جاهزة للنشر. لو البنية التحتية الرئيسية وقعت هم هيعيدوا بناء بايرت باي قبل ما التلفزيون السويدي يخلص نشرة المساء. جوتفريد قضى سنتين يتأكد ان الموقع كله ممكن يتسع على فلاش ديسك ويقوم من اي مكان فيه كهرباء او انترنت. دلوقتي مع بزوغ الفجر التحضيرات دي هتختبر على ايد 53 ضابط مسلحين. المداهمة الجاية بعد ساعات، لكن اللي محدش في الشرطة فاهمه لسه هم على وشك ياخدوا الأجهزة في الوقت اللي البيانات الحاجة الوحيدة اللي ليها أي قيمة منقولة بالفعل نص الطريق لأمستردام. قد إيه الشرطة هتاخد وقت عشان تدرك إنهم قبضوا على قلعة فاضية؟ وجوتفريد هيعمل إيه لما يجوله شخصيا؟ يوم 31 مايو سنة 2006 الساعة 5:47 صباحا أول باب بيتكسر في برانج، ضاحية في ستوكهولم فيها مزاولة خدمة النطاق العريض مستضيف السيرفرات الرئيسية لبايرت باي. الضباط بيتحركوا بفرق متزامنة، 10 مواقع بيتهاجموا في نفس الوقت. في غرفة السيرفرات الرفوف المعدنية بتتشال في نص العملية، الأقراص الصلبة بتنزل في أكياس الأدلة. الفنيين اللي في المبنى واقفين مش عارفين يعملوا ايه، ايديهم مرفوعة والشرطة شايلة الأجهزة على عربيات صغيرة. جوتفريد SMA وفريدريك NY متقيدين بالأصفاد واتنقلوا الغرف تحقيق منفصلة. لحد الساعة 11 الصبح التلفزيون السويدي بيذيع خبر عاجل: موقع القرصنة الشهير اتقفل. المتحدث باسم الشرطة بيقول للكاميرات إنهم فككوا عملية إجرامية كبيرة. على المنتديات حول العالم الذعر بيبدأ ينتشر. في ستوكهولم مئات بيجتمعوا في ميدان منتور شايلين أعلام القراصنة وبيهتفوا حرروا الخليج. شكلها إن هوليوود عملت الضربة القاضية بنظافة. رابط بايرت باي بيطلع بس رسائل خطأ. ممثلين MBAA بيصدروا بيانات بتهنئ السلطات السويدية على الإجراءات الحاسمة ضد السرقة الرقمية. أصحاب الحقوق بيحسبوا الإيرادات اللي فاكرين إنها هترجع دلوقتي، لكن محدش حسب اللي هيحصل بعد كده. يوم 2 يونيو سنة 2006 بعد نص الليل شائعات بتنتشر: الموقع رجع تاني، المستخدمين بيعملوا تحديث للمتصفحات، الصفحة الرئيسية بترجع تظهر، شعار سفينة القراصنة دلوقتي في تفصيلة جديدة تضرب كرات مدفع على لافتة مكتوب عليها هوليوود فوق التل. رسالة: الموقع الأكثر صعودا في عالم بيتورنت في خريطة المداهمة. فريق جوتفريد نفذ خطة الطوارئ بتاعته بإتقان. نقلوا قاعدة بيانات بالكامل لسيرفرات في أمستردام، غيروا إعدادات أسماء النطاقات، ورجعوا كل حاجة على الإنترنت في خلال 72 ساعة. الشرطة أخدت الأجهزة لكن ما قدروش يلموا المجتمع أو الكود اللي فعلا يهم. بيتر سوندا الوجه العام للموقع عمل مؤتمر صحفي من شقته في ستوكهولم. الصحفيين محاطين باللابتوب بتاعه، الانقطاع ما كانش خوف. بيشرح وهو مبتسم: احنا كنا بنوسع البنية التحتية عشان نستوعب كل الحركة الجديدة اللي انتوا الصحفيين بعتوها لنا. هو مش بيبالغ، المداهمة بقت اكبر حملة اعلان في تاريخ بايرت باي. الحركة على الموقع انفجرت، اتضاعفت وبعدين اتضاعفت تاني قبل المداهمة. الموقع كان بيقفل باستمرار بسبب الحمل الزايد مش بسبب الشرطة. جوتفريد وفريدريك بيشتغلوا على ورديات 20 ساعة لتثبيت السيرفرات. هوليوود حاولت تقضي عليهم وبالصدفة خلتهم شبه مانعين. ورا الكواليس هما بيقووا العملية للهجمة الجاية. مواقع نسخ متعددة بتشتغل في أوروبا وآسيا. قاعدة الكود اتقسمت لأجزاء مصممة عشان تشتغل على أي سيرفر في أي بلد في ساعات. وزعوا نسخ احتياطية لمديرين موثوقين في 6 دول. لما صحفي سويدي سألهم هيعيشوا ازاي المداهمة الجاية، فريدريك ما ترددش وقال: عندنا خطط في دول تانية، احنا مش أغبياء. الثقة مكتسبة. هما بيتعاملوا مع القانونيين كأنهم مجرد مشكلة شبكة لازم يحلوها. المدعين السويديين محرجين، بيركزوا أكتر، بيفتشوا الأدلة اللي اتصدرت، بيبنوا قضية جنائية. في نفس الوقت بايرت باي بينشروا أمر الشرطة على الصفحة الرئيسية مع ملاحظات ساخرة على الهوامش. ضحك، حظ سعيد مع ده،
حاولوا أكتر المرة الجاية. السخرية متواصلة، مستخدمين بيبعتوا تبرعات، حركة على الموقع بتوصل ل 30 مليون زيارة يوميا. اللي بدأ تحت سرير جوتفريد دلوقتي بيشتغل على بنية تحتية بتغطي 3 قارات. المداهمة اللي كان المفروض تدمرهم حولت بايرت باي لظاهرة عالمية. في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن المدراء غاضبين. لو شرطة الدولة السيادية مش قادرة توقف موقع قرصنة حتى 3 أيام بس، ده معناه إيه عن السيطرة على الإنترنت؟ غرف الاجتماعات مليانة محامين بيرسموا استراتيجيات جديدة، الضغط السياسي بيزيد، قوانين جديدة بتقترح، الصيادين بيتجمعوا تاني، والمرة دي هدفهم الناس مش السيرفرات. المحكمة الجاية هتقرر أكتر من مصير 3 هاكرز سويديين، هتختبر إذا كانت قوانين حقوق الطبع والنشر القديمة هتقدر تعيش في عصر الشبكات الموزعة. بايرت باي نجت من المداهمة، لكن دلوقتي قدامها حاجة أصعب، قاعدة محكمة معمولة عشان تكون عبرة للقراصنة. فهل عبقرية جوتفريد التقنية هتترجم للدفاع القانوني؟ وإيه اللي هيحصل لما النظام يقرر يسجن الرمز نفسه؟ يوم 16 فبراير سنة 2009 محكمة ستوكهولم الجزئية 4 رجال قاعدين على طاولة الدفاع، جوتفريد وشه شاحب ومبتسم، فريدريك ايده متقاطعين، بيتر سوندا بيغرد في الوقت الحقيقي، كارل لوندستروم الراجل الأكبر اللي مول البنية التحتية في البداية. هم مسميينها محكمة الأشباح، محكمة معمولة كون عرض، شكلهم أقل حاجة من مجرمين وأكتر زي فرقة جاية تحيي جمهور. النيابة قدمتهم كعباقرة إجرام، ساعدوا ملايين انتهاكات حقوق الطبع والنشر، وكسبوا ملايين من الإعلانات. الدفاع بيقول إن بايرت باي كان قانوني تماما حسب القانون السويدي، فهرس مش مستضيف، مخزنش ملفات محمية بحقوق الطبع والنشر، بس روابط تورنت بره. المتظاهرين في قبعات القراصنة بيهتفوا، جوه القاعة كل كرسي مليان صحفيين من 30 دولة. المحاكمة بتنتقل بين تفاصيل تقنية صغيرة وحروب فلسفية. المدعي بيحاول يشرح تكنولوجيا بيت تورنت وبيبوظ التفاصيل لدرجة جوتفريد بيقاطع من طاولة الدفاع يصحح له، والكل بيضحك. محامي صناعة الترفيه بيقدموا جداول بيقولوا فيها مليارات الخسائر. رسائل المستخدمين بتغرق المحكمة، توضح ازاي بايرت باي وفر لهم وصول لثقافة ما كانوش يقدروا يشتروا غيرها، افلام وثائقية، كتب دراسية، افلام نادرة. القاضي بيسأل اسئلة مباشرة عن دوافع الربح. الدفاع بيشير ان ايرادات الاعلانات بالكاد غطت تكاليف الاستضافة. بيتر سوندا بيكتب كل المحاكمة على مدونته، بيحولها لمسلسل يومي ل100 ألف متابع. يوم 17 ابريل سنة 2009 يوم الحكم، القاعة كانت مليانة. القاضي بيقرأ الحكم، مذنبين في كل التهم بالمساعدة في انتهاك حقوق الطبع والنشر، كل متهم بياخد سنة سجن. مجتمعيا عليهم 30 مليون كورونا سويدية، حوالي من 3 مليون و600 ألف دولار ل 6 مليون دولار. نبرة القاضي صارمة، واضح انها رسالة لأي حد بيتفرج. في دقايق الصفحة الرئيسية لبايرت باي بتغير شعارها لشخصية ميكي ماوس ماسك الفم، احتجاج صامت ضد اللي بيسموه الرقابة المدعومة من ديزني. بيتر سوندا بيقول للصحفيين إن الحكم زي قفل على عجلة، عقوبة بلا معنى لجريمة بلا ضحايا. جوتفريد مش موجود وقت قراءة الحكم، الغياب ده بيشير لحاجة جاية، الاستئنافات بتبدأ فورا. حسب القانون السويدي الأحكام مش نهائية إلا لما كل الاستئنافات تخلص. محدش بيروح السجن لحد دلوقتي. في نوفمبر سنة 2010 محكمة الاستئناف بتدي حكم مختلط، السجن بيقل شوية لبعض المتهمين، لكن التعويضات بتزيد ل 46 مليون كورونا، أكتر من 7 مليون دولار، مبلغ مستحيل ل4 شباب في العشرينات. ما ينفعش تضغط دم من حجر. بيكتب سوندا على مدونته متعهدا انهم ما كانش هيدفعوا كورونا واحدة طواعية. المحكمة العليا السويدية رفضت تسمع استئناف تاني سنة 2011. الأحكام بقت نهائية وقابلة للتنفيذ لما السلطات بتيجي تجمع المتهمين. واحد منهم ما كانش موجود، جوتفريد اختفى. بشكل رسمي هو فوت جلسة الاستئناف بتاعته عشان تعبان. بشكل غير رسمي الإعلام السويدي بيقول إنه هرب على كمبوديا. فريدريك ناي انتقل على لاوس مع مراته. بيتر سوندا في الآخر سلم نفسه بعد جولة وداع. كارل لوندستروم اللي بيظهر في مؤتمرات الهاكرز قضى فترة طويلة تحت الإقامة الجبرية في البيت. لكن جوتفريد المهندس المبرمج اللي بنى الآلة كلها
اختفى خالص ومحدش يعرف عنه حاجة. أرسلوا له إنذارات من الانتربول. الدبلوماسيين السويديين تواصلوا مع حكومة جنوب شرق آسيا إزاي تمسك شبح عايش على تواصل مشفر وبيتجول بين دول ما فيهاش اتفاقيات تسليم مجرمين. شهور عدت، كل فترة يظهر له حد هنا أو هناك. واحد من السويديين اللي عايشين برا البلد قال إنه شاف جوتفريد في كافيه إنترنت في فنوم بن قاعد على اللابتوب بتاعه. ويكيليكس بعد كده أكدوا إن سمارت تورم ساعدوا في بناء البنية التحتية لتسريباتهم سنة 2010. هو عايش بالظبط زي الأيديولوجيا اللي هو كتبها، بلا دولة، متنقل ومفيش حد يقدر يمسكه. في الوقت نفسه موقع بايرت باي رافض يموت مع مؤسسينه. في سنة 2012 الموقع عمل تطور جذري، بطلوا يستخدموا ملفات التورنت خالص وحولوا للروابط الماجنت. ملف التورنت حاجة ملموسة الشرطة تقدر تمسكه أو تمنعه، رابط الماجنت مجرد نص. هاش مش هتعرف تمسك معادلة من غير ملفات تورنت، يبقى عندهم مشاكل قانونية أقل وقوانين أقل تطبق عليهم. مدونة الموقع أعلنت إن التغيير ده بيخلي بايرت باي أخف وأسهل في البقاء. نشروا نسخة مضغوطة من قاعدة بيانات الموقع كلها، كام جيجا بايت بس، أي حد يقدر يحملها ويشغل نسخة طبق الأصل في دقايق. الموقع بقى زي كائن موزع مصمم يعيش حتى لو كل السيرفرات الأصلية اتحرقت. في أواخر 2011 عدد الزوار كان مستمر في الارتفاع، الأحكام القضائية ما وقفتوش، المداهمات ما أوقفتوش. المستخدمين بيتعاملوا مع الموقع كأن كل الدراما القانونية دي فيه كون موازي. صناعة جوتفريد بقت أكبر منه. الموقع مش محتاج المؤسسين عشان يفضل موجود، لكن قصة جوتفريد الشخصية هتاخد منعطف مظلم. الحكومة السويدية ما خلصتش معاه، والدنمارك كمان لا. في تهم جديدة جاية تتخطى حقوق الطبع والنشر. التهم دي متعلقة بقاعدة بيانات الحكومة، هويات مسروقة، وادعاءات هتغير صورة جوتفريد من ثائر لتهديد. قوات الأمن قضت 18 شهر تدور عليه في جنوب شرق آسيا، أخيرا قربوا منه. فهيلاقوا ايه على اللابتوب لما يقتحموا الشقة؟ والتهم في السويد هل هتكون البداية بس؟ في 30 أغسطس 2012 فينوم بن كمبوديا، فرقة مشتركة من مسؤولين سويديين وشرطة كمبوديا اتحركوا على شقة على الواجهة البحرية في العاصمة. الباب اتحطم، جوه لقوا شاب ملتحي عنده 27 سنة قاعد على اللابتوب، حواليه علب مشروبات الطاقة الفاضية وأطباق الأكل الجاهز. جوتفريد سمارتارم اتقبض عليه من غير مقاومة. خلال 72 ساعة كان على طيارة راجع ستوكهولم، مترحل بناء على طلب عاجل من السويد. القراصنة اللي فلتوا من حقوق الطبع والنشر 16 شهر دلوقتي في الحبس عشان يقضوا عقوبة سنة في بايرت باي. لكن النيابة السويدية كانت مخططة أكبر من كده. هم شاكين إن الفترة اللي هو فيها تحت الأرض ما كانتش مجرد اختباء، بيعتقد إنه كان هاكر. التهم الجديدة جت قبل ما يخلص الإجراءات في السجن، الوصول غير المصرح به لقاعدة بيانات الحكومة ومحاولة الاحتيال البنكي. المحققين قالوا إن بين 2010 و2012 وهو المفروض هارب، حد استخدم الكمبيوتر بتاعه اخترق سيرفرات لوجيكا، شركة تكنولوجيا معلومات بتدير نظم مصلحة الضرائب السويدية. الاختراق وصل لرقم الهوية الوطنية لآلاف السويديين، حاولوا يعملوا رخصة قيادة مزورة. أكتر من كده، في دلائل على محاولات اختراق بنك نورديا وتحويلات مالية غير قانونية. القصة اتغيرت، جوتفريد مش مجرد ثائر حقوق الطبع والنشر دلوقتي، اتوصف كهاكر خطر بيهدد البنية التحتية للدولة. جوتفريد نفى كل حاجة، دفاعه كان تقني ومفصل. اللابتوب بتاعي اخترق من جهات مجهولة استخدمته كخادم بروكسي، كنت مجرد دمية. قال محاميه قدم دليل جنائي ان في ميلوير على جهازه، حد تحكم عن بعد في الكمبيوتر ونفذ الهجمات وهو في كمبوديا. الكلام ده معقول. باحثين في الامن اكدوا ان جهازه اتصاب، لكن النيابه قالت انه كفايه يكون هو نفسه عامل الاصابه دي. المحاكمه في 2013 كانت فنيه ومعقده ومنقسمه. المحكمه السويديه حكمت عليه بالذنب في اختراق انظمه لوجيكا والوصول لبيانات الحكومه السريه. الادله على التهم البنكيه لنورديا اتشالت، العقوبه 2 سنين في السجن، بعدين خفضوها لسنة في الاستئناف. الحكم اعترف ان جهازه اخترق من جهات خارجية في اوقات معينة، لكن المحكمة قالت انه لسه مسؤول عن اختراق بيانات الحكومة، وهو بيبدأ يقضي عقوبته في السجن السويدي. دولة تانية كانت بتحضر قضيتها، الدنمارك كانت بتحقق في اختراق مدمر خاص بيهم. سنة 2012 حد اخترق شركة CSC، مقاول تكنولوجيا المعلومات كبير بيدير قواعد بيانات الشرطة والضمان الاجتماعي الدنماركي. الاختراق
سرق أرقام هويات لملايين المواطنين الدنماركيين ووصل لملفات حساسة للشرطة. ده كان واحد من أسوأ اختراقات الأمن السيبراني في تاريخ اسكندنافيا. المحققين الدنماركيين وصلوا من سجلات الشات وبصمات رقمية لاسم مستعار مألوف أناكاتا. آخر 2013 بعد ما جوتفريد بيخلص العقوبة السويدية، الدنمارك طلبت تسليمه. تم نقله فورا لكوبنهاجن وحطوه في الحبس الانفرادي. المحاكمة الدنماركية في أكتوبر 2014 كانت عنيفة وما فيهاش أي رحم. النيابة قدمت دلائل على اختراق استمر 6 شهور في السيرفرات الرئيسية لشركة CSC، لكن دفاعه تمسك بنظرية التوأم الشرير. الشخص الحقيقي ورا حسابات الشات في الRC ما كانش جوتفريد خالص، شريكه في القضية هاكر دنماركي عنده 21 سنة شهد انه قابل الشخص الحقيقي اللي اسمه أناكاتا وما كانش جوتفريد. ده كان استراتيجية جريئة. بيقولوا ان حد تاني استخدم اسم جوتفريد واجهزته في ارتكاب الجرائم. هيئة المحلفين ما صدقتش الكلام ده. الأدلة الجنائية كانت ساحقة، بيانات CSC المسروقة على أجهزته، أنماط الوصول بالطابق الأجهزة المعروفة بتاعته، سجلات الشات اللي فيها أسلوبه المميز. في 27 أكتوبر 2014 الحكم بالذنب اتصدر. العقوبة كانت قاسية جدا، 3 سنين ونص في السجن، أقصى حكم هاكرز في تاريخ الدنمارك لحد الوقت ده. شريكه في القضية اللي ظهر كشريك صغير حصل على حكم مخفف وخرج بالسجن اللي قضاه بالفعل. جوتفريد لما سمع الحكم ما أظهرش مشاعر. 3 سنين هروب، محاكمتين وعدة إدانات استنزفت كل القتال من وشه. في سبتمبر 2015 جوتفريد خرج من سجن دنماركي نحيف وتعبان. دنمارك حاولت تسلمه على طول، لكن الشرطة السويدية قبضت عليه تاني على درجات السجن عشان يقضي حكم نهائي شهر واحد. بحلول ديسمبر 2015 كل الديون اتسددت، هو أخيرا بقى حر. أمه قابلته عند البوابة وقالت للصحفيين إنه عايز يقعد على الكيبورد تاني بعد 3 سنين بعيدا عنه. جوتفريد عاش كل قصة الهاكر بالكامل، أكواد، مجد ومنفى وإدانات وسجن وإطلاق سراح. موقع بايرت باي لسه شغال على النت، لسه بيوفر التورنت من سيرفرات موجودة في أماكن السلطات صعبة توصل لها. بيتم صيانته من مسؤولين مجهولين ومؤمنين حقيقيين بالموقع. الموقع عاش بعد مداهمات متعددة، عشرات مصادرة الدومينات، وسجن كل المؤسسين الثلاثة. هو مش بنفس القوة اللي كان عليها زمان. خدمات البث ومشاركة الملفات المتفرقة غيرت المشهد، لكن لو كتبت الرابط هتلاقيه، أو واحد من بروكسيات كتير لسه شغالة. بايرت باي علمت درس قاسي، مش ممكن تموت حاجة ما فيهاش مركز، لكن بعض الناس عمرها ما بتتعلم. في 2011 مدير أمن سيبراني اسمه آرن بار فكر انه فهم الشفرة واعتقد انه يقدر يكشف انونيموس، حركة تانية بلا وجه او قائد اللي كانت بالفعل دمرت شركات وحكومات. بار كان واثق جدا واعلن خطته علنا، كان هيكشف قيادة انونيموس، يثبت انهم مش معصومين ويبيع معلوماته للFBI. كان معاه اسماء ودلائل وخط. اللي ما كانش معاه واي فكرة عن اللي لسه بدأوا. خلال 72 ساعة انونيموس ردوا بطريقة تخلي مداهمات بايرت باي تبان بسيطة. مش بس اخترقوا HP جيري، هم فككوا كل حاجة قطعة قطعة بطريقة مهينة. بايرت باي علمت درس قاسي، مش ممكن تموت حاجة ما فيهاش مركز، لكن بعض الناس عمرها ما بتتعلم. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.